كنتوا بتسمعوا الشخص اللي مكان باسم كميل، ولحد ما يرجع بالسلامة يا ريت ندعيله كلنا، هو والمسكين صبري زكي. أسيبكم بقى مع بديل صبري زكي في البرنامج اللي جاي. طب يا جدعان، أنا عاوز أعرف دلوقتي انتوا هتفضلوا عواطلية كده لغاية إمتى؟ على فكرة يا نحمده، احنا المفروض بنجهز لمشروع ضخم. أيوة، يعني اللي هو إيه؟ أقول لكم إيه، ما تيجوا تقفوا معايا في محل المنبار. صبري زكي على آخر الزمن هيقف على منبار. جرى يا صبري، انت هتخيب ولا ايه؟ ما يقصدش يا نحمده. اخ يا ذكري. نعم حضرتك؟ ايه؟ لا ما فيش حاجة، افتكرت ابويا الله يرحمه. ايوه الله يرحمه، المعلم قوانص طبعا عارفه. طب بصوا، المحل اللي جنبي انا ممكن اكلم لكم صاحبه. وانا بقى صاحب المحل اللي جنبها. يا سيدي بالراحة على نفسك، هو انت صاحب الهيلتون يعني؟ انا ممكن اجر لكم المحل، بس تقولوا لي هتفتحوه ايه. صح، هنفتح المشروع ده ايه ان شاء الله؟ بتايز. انا المحل عليا. وانا بقى هخلي بابي يدينا كل الخامات ويبعت لنا كل حاجة احنا محتاجينها. وانا عليا المنبار، هبعت لكم منبار كل يوم لحد ما تشتغلوا وبعد كده حاسبوني. خلي حد بس يقرب منكم وانا موجودة. شكرا يا كابتن. انا بس عايز اعرف حاجة واحدة بس، نفسي اعرف ايه هي البتايز دي؟ ايه هي البتايز؟ حياتي من الجيزة للمعادي. يا عم مش تقول ان هي دي تبقى البتايز؟ ما هي معروفة يا اخي لوحدها، البتايز جمع بيتزا. وانت متأكد يعني المشروع ده هيمشي في الجيزة؟ بص يا باسم، الجيزة دي عشق. انا بصراحة عن نفسي حبيت المكان هنا قوي، والناس كلها بتحب بعض كده وقلبها على بعض وخايفة على بعض. يعني ايه يعني مش عارف ادخل لهم يا بنت انت يا بنت؟ ما تخليهاش تغيب عليك يا نحماده. لا يا حبيبتي، دي غابت وهنعمل لها استدعاء ولي امر كمان. بص، هم مش بيحبوا بعض قوي يعني. جرى يا باسم، وهي مين الاخت الكيوت دي كمان؟ دي سمارة وباسم جايبها عشان تحميه. انا برضو يا صبري، ما تبطل كدب بقى. جبتك يا عبد المعين تعني، اتاريك يا عبد المعين عايز تتعان. حياتي من الجيزة للمعادي، بطولة باسم كميل، صبري زكي، هايدي زيدان وسارة المنذر. تأليف فيليمون صبحي، خالد بسيوني. هندسة صوتية وتنفيذ مروان مارديني. فكرة وإخراج صبري زكي.